خرجت أكاديمية الشهيدة أم جيهان جوهدي التابعة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الفرات دورة تدريبية للغات الكردية والعربية والإنجليزية وحاسوب، خاصة لعوائل الشهداء، حيث انضم للدورة العشرات من المتدربين والمتدربات من عوائل الشهداء في مقاطعة الفرات، واستمرت الدورة لمدة عام. حضر تخريج العشرات من الإداريين والإداريات وأعضاء في الهيئات والمؤسسات والمكاتب التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات. بدأ التخريج بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، ومن ثم تلاها كلمات ترحيبية من قبل الحضور مهنئين المتخرجين، وأشاروا بأن مثل هذه الدورات مهمة لتمكين أبناء الشهداء وعوائلهم لتقدمهم بين المجتمع. وانتهى التخريج بتقديم فقرات غنائية وعقد حلقات من الدبكة.